جزيرة بالعالم، نسبة نجاتك من هاي الجزيرة هي 10%، يعني 90% انت راح تموت بحالة دخولك لهاي الجزيرة. طبعا هاي الجزيرة هي موطن لأكثر من 4000 حية، وأقواهن وأكثرهن هي أفعى الحفرة الذهبية. اسمها فخم الحفرة الذهبية. هاي الأفعى إذا لدغتك خلال دقائق راح تذوب اللحم وتذوب الأنسجة، يعني عندك دقائق بس تركض تروح للمستشفى أو تروح لأخصائي حتى يعالجك، ونسبة إنه أنت راح تعيش بعد اللدغة هي 10%، يعني 90% أنت راح تموت. فلهالسبب صنفت من أخطر الجزر بالعالم، والبرازيل اعتبرتها منطقة محظورة وممنوع دخولها لأي إنسان. هي منطقة صغيرة جدا، 43 هكتار فقط، تبعد عن سواحل ساو 35 كيلومتر فقط. لكن قد ما هي جزيرة صغيرة إلا أن هي جزيرة خطيرة جدا جدا جدا، وصارت محظورة تماما باستثناء الرحلات الاستكشافية تحت إشراف أطباء، ويعني شلون يكون هناك طاقم خاص من أجل إذا صار شيء لا سمح الله مباشرة يتدخلون ويعالجونك. جزيرة بالعالم، نسبة نجاتك من هاي الجزيرة هي 10%، يعني 90% انت راح تموت بحالة دخولك لهاي الجزيرة. طبعا هاي الجزيرة هي موطن لأكثر من 4000 حية، وأقواهن وأكثرهن هي أفعى الحفرة الذهبية. اسمها فخم الحفرة الذهبية. هاي الأفعى إذا لدغتك خلال دقائق راح تذوب اللحم وتذوب الأنسجة، يعني عندك دقائق بس تركض تروح للمستشفى أو تروح لأخصائي حتى يعالجك، ونسبة إنه أنت راح تعيش بعد اللدغة هي 10%، يعني 90% أنت راح تموت. فلهالسبب صنفت من أخطر الجزر بالعالم، والبرازيل اعتبرتها منطقة محظورة وممنوع دخولها لأي إنسان. هي منطقة صغيرة جدا، 43 هكتار فقط، تبعد عن سواحل ساو 35 كيلومتر فقط. لكن قد ما هي جزيرة صغيرة إلا أن هي جزيرة خطيرة جدا جدا جدا، وصارت محظورة تماما باستثناء الرحلات الاستكشافية تحت إشراف أطباء، ويعني شلون يكون هناك طاقم خاص من أجل إذا صار شيء لا سمح الله مباشرة يتدخلون ويعالجون.